مساء الخير. في الحقيقه اللايف ده مش لايف كوره، يعني انا مش طالع اتكلم في الكوره ولا اتكلم على تحليل ماتشات ولا اتكلم على نتائج، رغم ان احنا على بعد ساعات من ماتش الاهلي والجيش الملكي المغربي في بطوله افريقيا. يمكن فاضل 3-4 ساعات على المباراه، لكن ده لايف ملوش علاقه بالكوره، هو ملمس بس ملوش علاقه بالكوره. في الحقيقه اتسالت اول امبارح، وانا يعني كان عندي ظروف كده مخلياني شويه غايب عن السوشيال ميديا قوي او ان انا اقدر اطلع اتكلم. فاتسالت من صديق ليا قال لي انت فرحان طبعا في رمضان صبحي علشان هو وصل للي هو فيه. في حقيقه الامر انا ما عرفتش اجاوب او ما جاوبتش، قعدت افكر يعني هو انا فرحان في اللي وصل له رمضان صبحي ولا لا؟ طب هل انا متعاطف مع رمضان صبحي ولا لا؟ في حقيقة الامر انا مش متعاطف مع رمضان صبحي، انا مشفق عليه، وفي فرق بين الكلمتين. اتفقت مع حضراتكم قبل كده ان الانسان عامة ولاعيب الكرة تحديدا، بان احنا بنتكلم في الكرة كتير، هو عقلية وقرارات. فالناس اللي بتقول ان انا ممكن او غيري فرحانين في رمضان صبحي علشان هو مثلا كان لاعب سابق في الاهلي فساب الاهلي وراح بيراميدز معرفش ايه فانا فرحان فيه، اطلاقا خالص. انا ما اعتقدش ان في حد عاقل يفكر بالاسلوب ده. ولكن في نفس الوقت انا واحد من الناس مش متعاطف مع رمضان صبحي، ممكن اكون مشفق على اللي هو وصل له ومشفق عليه، لان دي عقليته وده قراراته من لعيب كان مستقبل النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي وهيطلع وهيبقى كابتن النادي الاهلي، للعيب بيلعب في منتخب مصر الاول، للعيب بيلعب في كاس العالم مع منتخب مصر في 2018، للعيب بيحترف في اقوى دوري في العالم الدوري الانجليزي وهو صغير، للعيب بيبقى كابتن منتخب مصر الشباب وبياخد بطوله افريقيا للشباب في مصر وبيروح يلعب اولمبيات، للعيب لعب مع النادي الاهلي وحقق بطولات وحقق القاب ولعب في كاس عالم للانديه، للعيب خد قرار ان هو يسيب النادي الاهلي ويروح بيراميدز. دي كلها قرارات تخصه هو، انا ماليش علاقه بيها ولا تاثر عليا، لان انا او غيري من الناس كتير مش هتقف قدام لعيب مشي من نادي فنبطل نشجع النادي عشان اللعيب. للعيب النهارده من نجم كبير ومستقبل وموهبه وحد الناس كلها ما اختلفتش عليه كرويا، للنهارده واحد في غياهب السجن وايقاف 4 سنين عشان مشكله المنشطات، اللي غريب جدا الناس طالعه من امبارح من تقول لك ان الاهلي هو السبب في موضوع المنشطات، وكلام مش منطقي يعني. تمام، الناس دي ما بتهزرش، الواده ما بتهزرش، المنظمات العالميه والدوليه ما بتهزرش. الراجل النهارده البيان اللي نازل من الواده في ايقاف رمضان صبحي 4 سنين اتهموا بالتلاعب، والتلاعب عندهم اهم من سلبيه العينه نفسها. فالراجل دي عقليته. النهارده قالوا في التقرير ان هو واخد مكملات غذائيه وحاجات بتساعد على زياده هرمون الذكوره وحاجات ليها علاقه بالشيب بتاع الجسم، فده قراره. ما اعتقدش ان في اي بني ادم او هيئه او كيان زي الاهلي او غيره اتدخل ان هو يقول له الكلام ده. فباختصار شديد جدا انا مش زعلان على رمضان صبحي، انا مشفق عليه، لان ياما لعيبه كوره وفنانين وصحفيين وسياسيين عملوا افعال ضد القانون واتحبسوا واتعاقبوا ومستقبلهم انتهى. ده قرارك، انا مش واقف زعلان عليك. والناس اللي طالعه النهارده تقول طبعا زمايله لازم يزعلوا عليه، لانه في اخر هم زمايله، يعني انت في لعيبه الكوره دي زمايله، محمد هاني او احمد عادل عبد المنعم او وليد سليمان او اي حد، ده طبيعي. ما تقدرش تقول ان هم بقى موافقين على اللي هو عمله، ان هو كان على علم او لا بان بيتم تزوير الامتحانات اللي هو فيها في معهد معرفش ايه علشان خاطر ينجح. والناس اللي بتقول هو رمضان صبحي يا جماعه مستني الشهاده، طبعا مستني الشهاده اكيد، يعني هو مش مستني الشهاده عشان الشهاده وعشان يحقق بيها مستقبل، لا طبعا، لان هو اولا الولد ده محتاجه علشان بيقعد يعرف ياجل ماتشات ويسافر، علشان حاجات كتيره جدا بقى قدام عياله وقدام ولاده انا ما اعرفش، لكن هو اكيد محتاج الكلام ده. فاهمني؟ فده طبيعي يعني ان هو محتاج حياته هو حر فيها، لكن قرار اللي هو خده قرار ضد القانون، واكيد كان على علم يعني سام هاو، واكيد كان عارف. ومفيش حد في الدنيا بيدخل الجامعه او المدرسه او المعهد يبقى في سنه اولى فجاه في سنه ثالثه وما بيروحش يمتحن، يعني ما بتنجح ازاي يعني؟ فطبيعي في اسئله كتير جدا. ده عشان كده بقول لك انا مش متعاطف مع رمضان صبحي الصراحه، لكن انا مشفق على اللي هو وصل له. بالتاكيد شاب صغير عنده مستقبل، عنده عيله وكان ليه تاريخ وليه مستقبل جاي،
والواحد يزعل عليه، يزعل على اي واحد زيه، لكن مش متعاطف معاه. وكمان انا بصراحه ضد القرار الغريب اللي ظهر من 10 دقائق ان كابتن محمود الخطيب كلف المستشارين القانونيين للنادي الاهلي انه يطلعوا ينضموا الى هيئه دفاع او ما اعرفش بيسموها فريق الدفاع عن رمضان صبحي. ليه يا كابتن؟ هو رمضان صبحي مع احترامنا للجميع يعني ما هواش محتاج. رمضان صبحي معاه واحد من اكبر محامين البلد، تمام، ومعاه ناس كتيره جدا بتسانده، والحمد لله هو قادر ومقتدر وربنا يزيده وربنا يفك محنته. لكن ايه دخل الاهلي في الموضوع؟ لماذا هذه المثاليه اللي انا مش شايفها بصراحه؟ مش فاهم. هناك ناس تانية محتاجه الحاجات ديت، تمام. فانا مش انا ضد قصه ان انا الكابتن الخطيب يوكل الفريق القانوني للاهلي. الفريق القانوني للاهلي دافع عن الاهلي، ما دافعش عن رمضان صبحي. انا ماليش علاقه ان هو كان لعيب عندي ومشي، قصه غريبه جدا بصراحه. لكن طبعا في الاخر احنا لا ناقه لنا ولا جمال. بس الحقيقه بقى الموضوع اللي مخليني يمكن متعصب شويه مش رمضان صبحي خالص، ومش انا مش عايز اتعاطف مع رمضان صبحي، انا عايز اتعاطف مع ناس تانية. انا عايز اتعاطف مع الاطفال ضحايا مدرسه سيدز. انا بقالي 3 ايام زي ما بقول لحضراتكم، يمكن ما كنتش بتواصل بس كنت بسمع كتير جدا حلقات ويوتيوب وسوشيال ميديا عن الموضوع. والاكثر صعوبه ان انا اكتشفت ان في 2 اصدقاء ليا اولادهم في المدرسه. الحمد لله يمكن ولادهم ما كانوش في المجزره دي، ولكن كون ان الواحد يفكر ان يعني المدرسه اللي فيها ابنه او بنته فيها المشكله دي، تحط نفسك مكانه، دي كارثه. يعني دي فعلا كارثه. ما تقدرش تقول تبقاش واقف مش عارف تقول له ايه. هتقول له طب انت اطمنت؟ طب خد بالك؟ طب ازاي؟ طب هتعملوا ايه؟ طب مستقبل العيال؟ طب هتحول؟ طيب انا متعاطف مع الناس ديت، انا متعاطف مع الاطفال ضحايا الجريمه اللي حصلت ديت، ومتعاطف مع الاهالي او اللي هم اهالي الاطفال دولت، ومتعاطف مع الاهالي اللي اولادهم في المدرسه، ومتعاطف مع كل الاهالي اللي ولادهم في مدارس تانية ومش عارفين يعملوا ايه النهارده، ودماغهم يعني بتفكر ليل نهار احنا نعمل ايه. المدرسه دي المفروض ان هي حاجه تعليم، امان، حاجه انا بودي ابني هناك ولا بنتي علشان يتعلم يبقى امن، وانا ابقى امن واشوف حياتي الصعبه. اصلا انت بتصعبوها علينا ليه؟ ليه بتصعبوها علينا؟ يعني انا في الحقيقه يعني عندي حاله من الغضب، لان انا اول مره كنت اسمع تفاصيل الموضوع. انا بقالي 4-5 ايام فعليا مشغول جدا، فما كنتش فاضي اسمع حاجه. فلما قعدت من يومين كده اسمع الموضوع بقى صدفه يعني في حلقه قدامي، ومن هنا انا باخد بس عندي رجاء والله للسيد المستشار محامي اطفال الضحايا، الرجاء الكف عن الكلام. كفايه. انا ما فتحتش حلقه من يومها اللي حضرتك فيها، سواء مداخله تليفونيه، مداخله تلفزيونيه، على السوشيال ميديا. كفايه، مش علشان انا بقول كفايه ان احنا ننيم الموضوع، بالعكس كفايه حفاظا على اهالي الطلبه دول والاطفال دي. كفايه علشان ان احنا بدل ما احنا عمالين نركز في تفاصيل ايه اللي حصل في الموضوع، وده خدوهم في اوضه جنب السواقين وما اعرفش عملوا ايه وحطوا بلاستر على ايه وكتفوهم ايه ولعبوا ايه. كفايه التفاصيل دي كلها. اعتقد ان مصر كلها عرفتها ومش المفروض ان احنا نعرفها. وحفاظا على مشاعر الناس دي وعلى فعلا الحاله اللي هم فيها، كفايه. ممكن نتكلم ونوعي الناس ازاي يخلوا عيالهم يتعلموا ان ده ما يحصلش. ممكن نوعي الناس ان احنا نخلي بالنا من مدارسنا تبقى عامله ازاي. ممكن اتكلم في حاجات كتير جدا غير ان انا طالع اتكلم في الموضوع بتفاصيله. كل الناس قالته، وكل المذيعين الكبار والمداخلات الكبيره في البرامج الكبرى اتكلمت فيه، ومعظمهم حضرتك كنت ضيف فيها. واعتقد اني انا كنت يعني انتظر رفقا بالاهالي دي قرار من السيد النائب العام المحترم بوقف النشر في الموضوع ده لحد انتهاء التحقيقات. لاني مش طبيعي جدا يا جماعه. انا لو ابني او ابن اي حد في المدرسه دي وكان بره المجزره ديت، الولد اتوصم، فما بالك اللي كان عنده مشكله بقى، فاهم؟ فبالراحه على الناس. اطلعوا قولوا للناس ازاي يا جماعه نتخطى هذه المشكله. اطلعوا اعملوا افلام كرتون للاطفال تعلمهم ازاي يخلي باله من نفسه، ازاي ياخد باله الناس بتعمل ازاي، يتصرف. ادوهم برامج فعليا تكون برامج قيمه للحاجات دي، بدل ما احنا بنتكلم لسه في الدراما اللي ما يعرفش كلها ضرب وخبط ورزع ومخدرات وقضايا. اتكلموا على الشريحه دي، لان واضح ان احنا عندنا مشكله، واحنا عندنا مشكله. انا عندي زميله ليا من سنتين كده كانت شغاله معايا في احدى الشركات، يعني كانت متوتره جدا قبل الدراسه ما تبدا بسبب ان ابنها اللي داخل KG1 عنده انترفيو في المدرسه. انتوا بتهزروا يا جماعه والله. انتوا الاهالي اللي سمحت بهذه المهزله. مفيش حاجه اسمها مدرسه تعمل انترفيو لطالب
داخل كي جي 1. اما انا جايبه عند حضرتك ينيل ايه؟ انت جاي تعمل له ايه لما انت هتعمل له انترفيو عشان تتاكد ان هو يعرف الالفابت ويعرف الكالرز وبيعرف بابي ومامي ويعرف دادي ومش عارف مين؟ اما انا جايبه عندك تعمل له ايه؟ اما انا هدفع له 80,000 جنيه في السنه في كي جي 1، تمام؟ ده على كلام زميلتنا يعني دي، وكانت قاعده يعني متوتره وبتقول لك انا جايبه له تيتشرز في البيت علشان يساعدوه ويعلموه علشان لما يدخل انترفيو. حبيب الانترفيو ده يخشه لما يخلص جامعته ويخلص جيشه وينزل كده الماركت والبيزنس، يبقى يدخل يعمل انترفيو مع المديرين عشان يشوف يشتغل ولا لا، بعد ما تكون حضرتك خدت الفلوس اللي والده ولا والدته دفعوا دم قلبهم فيها وعلمته عشان يبقى جاهز فيفيد البلد فيفيد نفسه فيبدا مستقبله. ده الانترفيو. لكن انا بروح المدرسه بعمل انترفيو لابني عشان المدرسه تقبله عشان هو بيعرف الالف من كوز الذره. ما انا جايبه عندك يعمل ايه؟ وبالتالي المدارس اللي بتعمل لنا انترفيو وضغط على اعصابنا دي هو اللي بيحصل فيها النهارده المصايب اللي احنا شايفينها دي، وما خفي كان اعظم. تمام؟ ومش المدارس بس، وعوا الناس، اتكلموا مع الاطفال، والله بجد اعملوا لهم برامج زي بتاعه ابله فضيله زمان كده لما كانت بتيجي في الراديو وتقعد تتكلم واحنا صغيرين ونقعد نسمعها. اعملوا لهم افلام كرتون بيحبوها انيميشن يستثمروا فيهم، احموهم، لانك انت صعب تغير بني ادم او مش عايز اقول بني ادم، اشكال زي اللي عنده 60 و50 و40 سنه اللي هم المتهمين دول، انك تيجي النهارده توعيه. اللي عنده كده يا جماعه ده مش هيتوعى، ده خلاص ده راح في داهيه. تمام؟ وهيودي الناس في داهيه. لكن انا ابدا من الصغير اعلمه بقى، طالما انا كده بعلمه وبعمل لهم برامج، اعمل له بقى يا عم افلام كرتون، اعمل له انيميشن، اعمل لهم في المدرسه حاجات، ولا مدرسه ايه؟ مدارس بايظه. اعمل لهم حاجات، نعمل ايه؟ ما انا مش عارف والله. اعمل لهم حاجات توعيهم ان ده ما يحصلش، لان في اهالي مش فاضيه. الاهالي برضو خلي بالك، الاهالي مضغوط عليها جدا. النهارده الام والاب بينزلوا يكافحوا عشان يعرفوا يربوا عيالهم ويدفعوا مصاريف المدرسه اللي هيخشها علشان يطلع كويس، وفي الاخر الواد ممكن يطلع اصلا مضروب في حاجه زي كده تعمل له تروما في حياته كلها، حياته باظت، حياته انتهت. تمام؟ انا مش عايز اتكلم على الاشكال الثانيه لان انا ما اعرفش بصراحه ايه المغري في طفل او طفله في كي جي 1. ما يا اخويا الناس مليانه، والاشكال التعبانه والاشكال اللي زي الزفت مليانه ومتلاقحه في الشوارع، ما تروح تشوف لك حاجه. والمبررات طبعا زي الزفت. فما اعرفش والله. اسف ان انا بتكلم بطريقه عصبيه، بس انا فعلا عندي حاله غضب من بالي يومين، وكان زادت عندي امبارح كده شويه لما يعني سمعت حديث اللي هو يعني ايه، هو ده بيحصل امتى وبيحصل ليه، وما اعرفش مين كان بقاله سنه ونص في المدرسه ورجعوه. طبعا المدرسه دي خلاص كده يعني اكس، خلاص خرجت بره ماركت المدارس اساسا. ولكن اتمنى ان احنا نستغل القصه دي، مش ان احنا نتاجر ونعمل شويه ترندات ونعمل شويه مقابلات وتطلع الدكتوره الفلانيه والدكتور الفلاني ومش عارف الهيئه الايه اللي بيعملوا الطفل. مش هو ده اللي هيحل المشكله خالص والله. المشكله هتبدا لما نعلم الاطفال ونعلم الاهالي ونحترم نفسنا ونعرف ان المدرسه هي مدرسه، ما هياش شركه بتعمل انترفيو عشان تعين طالب ولا طفل اهله بيدفعوا له ابتداء من 50 و60 الف جنيه وانت طالع لارقام عالميه عشان في الاخر يطلع الولد داخل مش مدرسه دي يعني عربخانه ما اعرفش ولا اسمها ايه. تمام؟ فلازم نبدا من هنا. ما يعني ده كده ملخص. انا قلت بس يعني فعلا كنت حاسس بحاله من الغضب في الحته دي. وكمان اجابه على السؤال الثاني بتاع الاخ رمضان صبحي، انا مش متعاطف مع رمضان، انا متعاطف مع الناس ديت. انا مش عارف هنعمل ايه. انا شايف ان احنا بنروح في حته مش كويسه. يعني من قريب كان معرفش خادم في جامع عمل نفس القصه، واول امبارح بواب رمى بنت من المنور رغم ان هو قاعد في العماره بقاله 30 سنه ومش عارف طفله معرفش ايه. والنهارده مجموعه اطفال وبخوفي كان اعظم الحاجه الطفل اللي اسمه ياسين القضيه بتاعته 10 سنين. ايه 10 سنين يعني؟ المتهم خد 10 سنين. ايه 10؟ هو مش هيكمل 10 سنين في السجن. الواد بقى دماغه راحت في داهيه. احنا كسبنا ايه بقى؟ لازم تبقى برضو القوانين بتاعت الافعال دي ما فيهاش يا جماعه هزار. مش هو خطف ولا استدرج، طب هو ما اعرفش عمل، مفيش الكلام ده. لو اثبت الحاله بالسلامه يا باشا تعلق على المشنقه. مش عايزين اهلك اصلا، لا انت مفيد ولا هتتعدل ولا اللي هيجي من سلالتك هيبقى عدل. ما توجعوش دماغكم. تقعد تقول لك مش عارف اصل ده عمل ايه وده سوى ايه والمحكمه والتقاضي. حط حاجه رضعه قويه جدا عشان ده ما يحصلش. انا والله العظيم ثلاثه انا الواحد دماغه هتضرب. انا بفكر لو انا لا قدر الله مكان واحد من الاهالي دي اقسم بالله راح ولع في المدرسه باللي فيها ولا هروح ابلغ ولا هروح مش عارف اتمالك اعصابي. انتوا بتتكلموا فيه. فلو سمحت كفايه كلام عن الاطفال والحوادث اللي حصلت. خلاص احنا عرفنا والناس كلها عرفت. اتكلموا ازاي نمنع ده، اتكلموا ازاي نكشف ده، اتكلموا ازاي الاطفال تعبر عن ده.
تمام، واتكلموا في حاجه ايجابيه. كفايه. شكرا، سلام عليكم.